تخيل تنزل تغوص رحلة عادية، تطلع تلاقي المركب سابتك في نص المحيط. شعور ما بعده شعور. حصلت معايا وحصلت مع ناس كتير، بس المركب بترجع، هي بس بتبقى بتلف او بتشوفنا او حاجة. وخليني اقول لك يا صديقي، انك تكون في نص المحيط على مركب غير لما تكون في نص المحيط وانت في المية. طب ايه قصة الرحلة دي؟ ولا مين هم الناس اللي نسيوهم ولا سابوهم؟ اسمع القصة. تعال معايا يا صديقي نرجع لورا شوية لسنة 1998 ونروح لأمريكا لتوم وهيلين اللي قرروا يعملوا رحلة غوص في الجريت بارير ريف. رحلة عادية جدا، مركب سياحي، مجموعة غواصين، كل شيء تمام. والجريت بارير ريف بقى يعني متعة وأحسن موقع غوص من أحسن مواقع في العالم. وبالفعل راحوا ونزلوا غوصتهم، وبعد ما خلصوا الغوص المركب بدأت تطلع الناس. الطبيعي على المركب إن أول لما الناس تطلع نعدهم، عد 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 كل اللي على المركب، عشان لو حد ناقص طب عدوا بس عدوا غلط، ويمكن يكون ما عدوش والمركب اتحركت وسابتهم لوحدهم في الحاجز المرجاني العظيم. وفعلا اللي شاف المكان هناك انت في روعه، بس في نص المحيط. انا وانت بقى صديقي مش هنروح ونسيبهم زي ما المركب سابتهم، لا، تعالى نستنى بقى ونشوف اول ما توم وإيلين يطلعوا اللحظات دي لما ما لقوش المركب عملوا ايه. واوصف لك اللحظات الصعبه اللي ما حدش شافها غيرهم ولا حد عاشها غيرهم، بس من خبرتي كغواص. دايما في جروبات الغوص البيهيفير او طباع وسلوكيات الغواصين بتبقى مختلفه، في قواعد كله لازم يتبعها، بس برضه تلاقي ناس مثلا بتسابق الجايد. طب هو اللي بيفرجنا على السايت والشعب وقائد المجموعه بتسبقه ليه؟ عندك مثلا في ناس بتنزل تفتح كاميرا وتنسى العالم بالجروب بكل حاجه. من ضمن الحاجات دي بقى ساعات بتلاقي الجروب كله ماشي مع بعضه، وفي ناس متاخره ورا شويه مدققين في كل تفصيله في الشعب المرجانيه. وتوم وهيلين شكلهم كانوا كده، خلي بالك، وعارفهم انا الناس دي على فكره مش غلط. والفكره ان انت برضه لما تنزل غطستك لازم تدقق في كل حاجه. الفكره كلها فكره المدرب، لو لاحظ اللي معاه ناس كده لازم يهدي المشي شويه. تخيل بقى تطلع على وش الميه كده، تبص حواليك، مفيش مركب، مفيش حد، مفيش حواليك اي حاجه. الواقع العلمي هنا بيقول ان المحيط المفتوح مفهوش طيارات واضحه، يعني ممكن في طيارات تاخدك لحته بعيده جدا ما تعرفش ترجع. الساعات عدت والشمس غابت. انا لما بطلع من الميه غالبا مش بلاقي المركب، بس هم بيبقى الوقت العادي يعني 5 دقائق 10 دقائق لما تتاخر قوي، انما 20 دقيقه في 30 دقيقه في ساعه في ساعتين في اليوم كامل. انا لو كنت مكانهم في الغطسه دي كنت فعلا هبقى على وش الميه متضايق قوي ويعتبر فضيحه للسنتر. بس الحاجه التانيه كنت برضه هبقى على امل ان هم يفتكرونا او يكتشفوا في نص الطريق ويرجعوا لنا. بس ثواني بس هنا كده، كل المصادر بتقول اللي هم لما طلعوا ما لقيوش المركب. مش ممكن يكون هم اصلا ما طلعوش، يعني حاجه حصلت مع حد فيهم، مثلا حد اتشبك تحت الميه والتاني كان مستنيه وبعد كده طلع، او ما خرجوش اصلا من تحت. بس خلينا نمشي مع السيناريو انهم فضلوا او خرجوا على وش الميه، وده في حد ذاته مع عدد الساعات اللي هم قعدوها يعتبر رعب. وفين بعد يومين المركب يكتشف الغلطه ويرجع يدور تاني في نفس المكان، ولكن مفيش، ما شافوش اي حاجه، زعانف، اسطوانه، شويه حاجات بسيطه. بس إيلين وتوم فين؟ القصه دي اتعملت فيلم اسمه الميه المفتوحه اوبن ووتر. الحاجات دي لما بتتعمل افلام بيكون عشان درس تعليمي، زي ما احنا كده بالظبط لما بنقدم قصص البحر والنيل، مش عشان بس نحكي قصص، انما عشان نغير سلوكيات الناس وننشر وعي ومعلومات، واكيد مش عشان نشهر حد. الشهره والقبول من عند ربنا مش من عندي، اوعى تشرك. عشان يتقفل ملف توم وإيلين ومن ساعتها قواعد الغوص كلها تتغير ويبقى في حزم اكتر في استراليا. وعشان كده كلنا لازم نفهم ان الغوص لعبه، بس قواعدها الاولى كلها الالتزام، وان الكائنات الحيه مش هي ارعب حاجه في البحر، بس انك تكون لوحدك هو ده الرعب كله. الفكره هنا بقى، تفتكروا حصل لهم ايه؟ هل غرقوا؟ هل تعبوا؟ هل اتاكلوا؟ قولوا لنا في التعليقات.